معنا الآن الأستاذ علي الغوينة، المخرج المسرحي لمسرحية شلة الفيس. شلة الفيس وجهت بمنع غير متوقع. هل تفيدنا عن فكرة ومضمون المسرحية أستاذ علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على التواصل. بالنسبة لمسرحية شلة الفيس من اسمها تتكلم عن الفيسبوك. المسرحية يعني تحكي عن شاب منطوي في بيته ما يطلع ولا له أي صداقات، فوجد أنه يعوض هذا الانطواء في إدمان الفيسبوك، وكون صداقات من خلال الفيسبوك. جاءته فكرة أنه يعزم الشباب اللي تعرف عليهم بالفيسبوك في استراحة حتى يلتقون وجها لوجه ويعرفون بعض، وأرسل هذه الدعوة عبر الفيسبوك، وصار في استجابة طبعا من زملائه، والتقاهم في هذه الاستراحة. طبعا هالزملاء يكونوا شرائح المجتمع السعودي، يعني منهم مثلا الشخص البسيط اللي اهتماماته بسيطة بالقمص فقط، منهم الشخص اللي يحب يتحرر، منهم الشخص الملتزم دينيا، منهم الشخص اللي ما ربي تربية أسرية سليمة، منهم الشخص اللي فاهم الثقافة الغربية. في الأخير صاحب المزرعة أو الشخص اللي دعاهم الشاب يعمل فيهم مقلب أنه هذه المزرعة فيها وحوش وإلى آخره. فعندما يتفاجؤون أن هنالك خطر قادم، كل هذه الأدوات تذهب وتبدأ هنالك اتفاق بين الجميع وترابط، وهذا ترابط المجتمع بكامل فئاته في مواجهة أي خطر داهم على الوطن أو على العرض أو على هكذا تحكي المسرحية. المسرحية قدمت في الرياض وحضرها جمهور كثيف جدا. المسرحية مجازة من وزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الثقافة والإعلام لا تقدم على شيء إلا متماشيا مع ثقافتنا المحلية، ثقافتنا السعودية، عاداتنا، تقاليدنا. احنا أبناء المملكة، عاداتنا، تقاليدنا، ديننا، متمسكين بديننا ولله الحمد. لا أعتقد يعني أنه شيء تأتي به وزارة الثقافة والإعلام وفيها خلل وفيها خروج عن العادات وخروج عن التقاليد. هذه تقريبا فكرة المسرحية. ما هي الأسباب اللي أدت إلى المنع برأيك؟ والله لا أعلم، يعني لا أعلم. هو جانا اتصال أنه ممنوع إيقاف العرض بدون تبرير أسباب أو ذكر أشياء. هو لو كان في أسباب بالإمكان أنهم يجتمعون فينا. احنا موجودين، يعني العرض بالليل، هم شاهدوا العرض الأول، كان جاءوا وجلسوا معنا واجتمعوا معنا، قالوا يا جماعة الخير ترى هذا الكلام غلط وهذا الكلام غلط ويا ريت تغيرونه. ترى هذا يمس كذا وهذا يمس كذا. واحنا اي طبعا. وبعدين يعني حتى لو جلسوا معنا هي مجازة من وزارة الثقافة والإعلام يعني. وأيضا قدمناها في أمانة مدينة الرياض، وفي لجنة من أمانة مدينة الرياض تأتي لتشاهد العروض وتجيز النصوص، فما يخرج هذا العرض إلا بعد تمحيص. فهم يجون ويواجهون يعني يقولون والله أسباب المنع كذا. ألا يعني هذا المنع وهذه الأشياء التي أثيرت ضد المسرحي ألا يعني نجاح من الجانب الآخر بالنسبة لك كمخرج عمل مسرحي؟ والله طبعا يعني يعد كعمل جريء مثلا. لا يعني احنا قدمنا عروض أجرأ منه يعني. وأجازتها وزارة الثقافة والإعلام، يعني إذا كان يعتبر هذا العرض جريء يعني. قدمنا عن الفساد، قدمنا عروض عن يعني مواضيع متعددة وجريئة، وكان في إجازة وكان في تجاوب من الوزارة. وقدمنا يعني قدمنا عروض في جيزان
قدمنا عروض في الرياض، قدمنا عروض في كل مكان، في كل مكان المملكة قدمنا فيها، في الطائف. لم نواجه بمثل هذا المنع يعني. ما هو انطباعك على الجمهور اللي حضر المسرحية أو الشباب اللي تفاعلوا مع ما تقدمون من فقرات في المهرجان الثقافي الربيعي في حفر الباطن؟ أولا يعني شباب حفر الباطن شباب جميل جدا، يعني الحمد لله نحن عرضنا عرض واحد، وهذا العرض جاء فيه جمهور، وكان انفعال الشباب بعد العرض جميل لدرجة أنهم صعدوا على خشبة المسرح وحيوا المشاركين في العمل المسرحي، وكانوا حريصين على العرض الثاني أنهم بيجون بعد صلاة العشاء وبيحضرونه. وشاهدت تفاعل جميل من شباب حفر الباطن. هل ستكون تقدم على إعادة هذه التجربة في مهرجانات قادمة أو في مناسبات أخرى في حفر الباطن؟ والله طبعا حفر الباطن مثل الرياض، مثل الأحساء، مثل الدمام، هي وطني يعني بلدي، وشرف لي أني أقدم أي عمل مسرحي أو عمل إبداعي أو ثقافي في حفر الباطن. هذا لي الشرف طبعا. شكرا جزيلا لهذه الوقفة وتسليط الضوء على مسرحيات شلة الفيس. شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم وشكرا لأهلنا في حفر الباطن. شكرا جزيلا. شكرا.